كلام واحد شيوعي عن هدم الدولة، وبعدين فجأة الحقيقة قال إن الشيخ حازم بيدعو الناس إلى نزول مظاهرات يوم الجمعة القادمة، وهو زعلان بيقول إن الكلام ده يبقى فيه فتنة ولازم الشيخ حازم ياخد باله كويس قوي، مش عايزين نتجرجر للمشهد ده والانتخابات في المرحلة الثالثة جاية. أولا هل الشيخ حازم أصدر هذا الكلام ولا لأ؟ لا والله هو الشيخ حازم ما أصدرش بيان بالنزول في يوم الجمعة اللي جاية، لكن هو أصدر بيان يعني شديد اللهجة شوية، وبيوضح فيه إنه السبب اللي بيحصل في مصر دلوقتي وفي ميدان التحرير هو إنه المجلس العسكري لم يتخذ مواقف واضحة تماما لمنع حدوث أسباب البلطجة وحدوث الموقف الحالي يعني. وبالتالي احنا المجلس العسكري هو بيتحمل دماء من أريق دماؤهم الفترة اللي فاتت، ويتحمل أيضا أعراض، الآن المجلس العسكري يتحمل أعراض من استبيحت أعراضهم من نساء مصر في ميدان التحرير. هو كم واحدة حصل معاه هذا المشهد عشان بس يعني ما نكبرش القضية على استباحة أعراض النساء يعني. المشهد ده حصل، ده أنا بسألك يعني مش ده مجرد سؤال. هل مشهد هذه الفتاة هينسحب على استباحة كل أعراض نساء مصر؟ والله هقول لحضرتك حاجة جميلة جدا يا أستاذ خالد. اتفضل يا حبيبي. هقول لحضرتك حاجة جميلة جدا. لما كانت امرأة واحدة حصل لها أسر ونادت يا معتصمة زي ما كل الشيوخنا الأفاضل بيقولوا، قام الجيش الإسلامي كله راح يقاتل من أجل فك أسر امرأة واحدة، وفعلا هدم السور على اللي فيه وأخذ فإحنا لما تبقى امرأة واحدة يجب علينا نتحرك. لكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك إنه هذه المرأة التي يعني حدث لها ما حدث، لم يسعى الشيخ حازم الا انه يدي تهديد للمجلس العسكري. طيب استاذ محمد، هل الشيخ حازم يتفق او يختلف مع كثير حتى من الاعلام الابرالي المناوئ للحركات الاسلاميه على ان هناك مؤامره وان في بلطجيه واطفال شوارع؟ بيتفق ولا بيختلف مع الناس؟ هو بس انا اقول لحضرتك حاجه بس اساسيه خالص خالد. اتفضل يا حبيبي. انه الشيخ حازم حتى هذه اللحظه لم يدعو لمظاهره يوم الجمعه القادمه. كويس. لا ما انا خلاص المعلومه، والله انا اتصلت بك عشان كده المعلومه وصلت لكل المشاهدين ان هذا الكلام عاري من الصحه، وان في بيان شديد اللهجه من الشيخ حازم ان ما تستخدموش العنف مع النساء والدماء. لكن بسال الشيخ حازم من وعيه السياسي شايف اللي بيحصل عند مجلس الوزراء ككثير من المحللين السياسيين، او بيتفق مع بقيه الناس اللي هي بتقول لا دي مش مؤامره ودول شرفاء كلهم الموجودين؟ لا اقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي اللي حصل عند مجلس الوزراء هم مجموعه من المصريين طبعا، لكنهم اعتقد ان لهم انتماءات معينه، وبالذات يعني المجموعه بتاعت البرادعي، وهم اساسا يعني قد يكون لهم انتماءات او دعم من اقباط المهجر بالتحرك في هذا الاتجاه. نعم. واللي ضربوا عليهم النار واثاروا الفتنه كانوا من مجموعه من بلطجيه امن الدوله والجهاز الداخليه السابق. نعم. الاثنين دول حريصين تماما ان هم اولا الاثنين دول اساس جهات ديت ضد الاسلام، ضد الثوره، ضد مصر نفسها. نعم. احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، عشان كده حتى هذه اللحظه حمله الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم لم تنزل الى الميدان، وحريصين على كده تماما، وحريصين على التهدئه، لان عندنا مرحله ثالثه للانتخابات البرلمانيه، وده جزء اصيل من عمليه تسليم السلطه احنا بنسعى عليه. لكن ان استمر العنف بهذا العنف الغير مبرر سيكون لحمله الشيخ حازم موقف اخر. طيب بشكر حضرتك استاذ محمد ناصر، المتحدث او منسق في حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله.